قرب هذا الحاجز المائي، وبدل من المخيم الصيفي بين أقرانه أو في منزل عائلته الصغيرة محتفيا بنجاحه، بعدما انتقل إلى السنة الثالثة ابتدائي، يعثر رجال الدرك الوطني على الطفل حسام صاحب ال8 سنوات جثة هامدة وقد كفنها لغز اختطافه ومقتله. ماذا بيا القتل؟ جيبوه من السماء ولا من الأرض؟ من السماء أو من تحت الأرض أحضر قاتل ابني، تصرخ أم حسام مفجوعة. خلاص شو قلت غدي وليدي روح باش نفطر وما فطرش، راح الفلوس تاعي عاود ولا من بعد يفطر، لقيت غير بلاصتو. لا تصدق الأم خبر وفاة ابنها المغيب منذ 4 أيام. تسأل الخالة فاطمة ضائع وجدانها جحافل المعزين عما إذا كان حسام قد أكل أو شرب، بصوت يعلوه نحيب أم يتحرق كبدها وتضيع وسطه كلمات الأم، كما ضاع عمر ابنها بين يدي مجرم تفترضه العائلة. لا شيء يشفي غليل الوالدين والأقربين في الدم والجوار هنا ببوسماعيل بولاية تيبازا سوى القصاص من قاتل حسام. نتمنى من العدالة يقتلوهم كما قتلوا خويا، وشي يروحوا الحبس ياكلوا حتى يشبعوا ويقعدوا 20 سنة يخرجوا. فالأب المكلوم الذي يبكي ابنه بغصة ويحتسبه لله بصبر جلد بات يجهر بخوفه على أطفال آخرين قد تتربص بهم أيادي القتلة ما لم يفعل حكم الإعدام. وشني احنا نطلبوا من السلطات سدير الناس هذو لازم يشدوهم، لازم يقتلوهم، باسكو علاه مازال القضيه راهي تمشي لقدام. لو كان تحبس هكذا من هذا الاخر من هذا الاخر ماهيش حبسه. إن ثبتت رواية مقتله فقد لا يكون حسام آخر طفل يلقى هذا المصير، كما تعد الحادثة اختبارا جديا وصادما لمدى فعالية مخطط إنذار رصدته الحكومة لحماية أطفال الجزائر.